تحضير في وسط الملعب، كرة في منتهى الخطورة، ادواردو سيلفا خطير وادي الكرة وجول. ادي الكرة وجول، خطأ وهفوة غير محسوبة من مدافعي نادي الزمالك لادواردو دي سيلفا مهاجم الفريق الارسنال السابق ومهاجم فريق شختار الاوكراني صاحب ال 30 عام، اللاعب اللي برازيلي الاصل ولكن كرواتي الجنسيه، طبعا بدون اي رقابه، لا يخطئ ادواردو دي سيلفا على طول بلمسه واحده على يمين عبد الواحد السيد علشان يتقدم شختار دونيتسك، طبعا خالي من الرقابه تماما محمود فتح الله وصلاح سليمان، والتغطيه العكسيه من احمد سمير جت متاخره. كوره طبعا لا فيها لا رايه ولا صفاره، لمسه واحده في اقصى الجبهه اليمنى علشان يتقدم شختار دونيتسك بهدف دون رد. 1-0 بيتقدم شختار دونيتسك، لكن مش مظبوطه، علشان كده في عتاب ولوم، ودي فرصه خطيره جدا ولمسه وجول. احمد حسن بيضع هدف التعادل، وقفت تحت رجل احمد جعفر، ولكن على طول نادي الزمالك ايضا بيستغل الهفوه والخطا، وفي الدقيقه 17 بيعود احمد حسن لنادي الزمالك في هذا اللقاء. ادي اللقطه والكوره هنشوفها القصه من بدايتها، ادي التمريره الخطا والارتباك، بقول لحضراتكم في اخطاء وفي هفوات، وعشان كده المباريات الوديه، ولمسه من احمد جعفر على طول لاحمد حسن المتعطش دائما للتواجد في المناطق الخطره، على طول بلمسه بيضع هدف التعادل لنادي الزمالك، علشان كده تصبح النتيجه هي التعادل الايجابي 1-1. جول في توقيت حلو جدا لنادي الزمالك يدي ثقه. واحد استغلها محمد ابراهيم في ظهر داريو سيليا المتقدم، محمد ابراهيم كسر على الواد، التسديده حلوه يا ولد. بقول لحضراتكم الجواب بيبان من عنوانه، ومحمد ابراهيم من اولها ومن بدايتها وهو ناويها وهو حر وحركه ونشيط وسريع وعنده المهاره وعنده الثقه ورجله دايسه في الملعب. يا سلام على الفكر، مجهزها وشايفها وراكنها على اقصى اليسار لاندري بياتوف علشان يتقدم الفارس الابيض مشاهدينا الكرام بهدف ولا اجمل ولا اروع من طراز تسديده لا تصد ولا ترد من اللاعب الشاب محمد ابراهيم علشان يتقدم الزمالك المصري على شختار دونيتسك الاقرامي في الدقيقه 20، وتصبح النتيجه 2 الزمالك 1 شختار دونيتسك. ويستحوذ فريق شختار دونيتسك، ادي الشيف تقدم في الجبهه اليسرى وعرضيه خطيره ولكن معديه، وادي التسديده في منتهى الخطوره. يا ساتر كوره حلوه. وبقول لحضراتكم داريو سيرنا زي ما قلنا على محمد ابراهيم ان هو نشيط ومتحرك وسريع، داريو سيرنا بيعود بهدف التعادل في الدقيقه 43 بعد ما أجناب نادي الزمالك ابتدى يبقى فيها مساحات وابتدت العرضيات تكتر سواء من الجبهة اليسرى أو الجبهة اليمنى، وكرة بيستغلها داريو سيرنا على طول بيحطها بوش رجله. ادي الكرة العرضية من شيفيشيوك عدت الكل وفي المنطقة العامية لمدافعي نادي الزمالك، واحدة فيرست تايم على طول تغالط عبد الواحد السيد علشان المينرز او عمال المناجم بيستطيعوا العودة الى اجواء اللقاء مرة اخرى بهدف التعادل، وتصبح النتيجة هي التعادل الايجابي 2-2 في اللقاء الاول الدولي الودي في دورة ابو ظبي. ادي الكرة المعدية والتسديدة القوية المباشرة اللي غلطت عبد الواحد السيد. بقول لحضراتكم لعيب من اللعيبة المخضرمة، وادي النقل الخطورة، تهيئة على حدود المنطقة، وراد منتظر في الجبهة اليسرى وبيعمل عرضية في منتهى الخطورة وهدف لمصلحة شختار دونيتسك عن طريق اللاعب ميختريان اللاعب الارماني اللي احرز هدف في الشوط الاول ولكن تم الغائه لان كان في تسلل. وفي الدقيقه 89 اخيرا بيستطيع
فريق شختار دونيستيك ان هو يتقدم على نادي الزمالك في الوقت القاتل، ومكتريان يلدغ اللدغة المميتة لنادي الزمالك في هذا اللقاء الدولي الودي علشان يتقدم على نادي الزمالك 3-2. ولكن رغم تقدم شختار دونيستيك ورغم ان لاعبي نادي الزمالك غايبين عن الساحه وغايبين عن الظهور من شهر اكتوبر، ولكن قدموا النهارده عرض جيد يليق بالكره المصريه ويليق بالقطب الثاني في الكره المصريه، وهو الفارس الابيض نادي الزمالك بغض النظر عن النتيجه. ادي الفرق.